يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يسعد لي كل أوقاتكم يا حبايب قلبي، كيفكن؟ طمنوني عنكن. رجعت لكم هيك بعد غياب طويل، دام يعني شهر يعني غياب. إيه كيفكن؟ طمنوني عنكن، وحدة وحدة تكتب لي بالتعليقات وتطمني عنك. والله أنا الحمد لله بخير، يعني مريت بالظروف الحمد لله، والحمد لله رب العالمين. كيفكن انتو يا صفايا؟ طمنوني عنكن، عن أخباركن. الحمد لله نحن بخير. شلونكن هيك بعد التحرير وسقوط بشار؟ والحمد لله رب العالمين. فرحتي ما بعطيها لحدا بعد سقوط بشار، فرحة جميع السوريين، والحمد لله رب العالمين. يعني حلم وتحقق الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الحلم ما صدقنا يتحقق، وتحقق الحمد لله رب العالمين. الله هيك يديم هالفرحة يا رب، نرجع كلياتنا على وطننا سالمين غالمين، ويرجع كل السوريين على وطنهم. والله هاي الفرحة ما بتنوصف، يعني اللهم صل على النبي على هالتحرير. يعني الجمعة اللهم صل على النبي حرروا حلب كله، ما شاء الله، الله يحميهم. اي والله يا صبايا، يعني هالشعور ما بحسوا فيه غير السوريين اللي تحررت سوريا كلها. والحمد لله رب العالمين، كلياتنا بكرة نرجع على سوريا وعلى بلدنا على بيوتنا. ما وصغير ما ضل سيرة غير شلون بدنا نرجع وشلون بدنا نظبط بيوتنا وشلون بدنا نسكن. ما ضل سيرة غير هالسيرة، وهي أحلى سيرة والله. هي أحلى سيرة نحكي فيها. تعبنا من الغربة، ما عشنا طفولتنا عالسوا، وبلادنا ما عاشوا طفولتهم. كلياتنا بهالغربة، كلياتنا انظلمنا. والله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، الله دا يعوضنا بكل شي إن شاء الله بإذن الله. نن... نتعوض عن كل هالأيام اللي مضت، نعوض ولادنا إن شاء الله بإذن الله. وهيك إن شاء الله هيك بنظبط بيوتنا ومبروك بخير وبسلامة. والحمد لله رب العالمين على التحرير وعلى سقوط بشار، هي أكبر فرحة. والحمد لله رب العالمين. والله هاد أحلى يوم بعد علينا، بنكتب بالتاريخ، سقوط البشار. هذا عم نستناه صرنا 14 سنة هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين ضلينا عايشين وشفنا هاليوم. اي والله الحمد لله رب العالمين. هاد أحلى يوم بعد علينا، أحلى من العيد. اي والله هذا يوم غير شكل. اي والله الحمد لله رب العالمين. هاي أحلى خبرية تعدي علي. والله كانت أنا نفسيتي متحطمة بعد هالشي اللي صار معي. بعد ما سمعت هالخبر فوقنا من الصبح هيك الساعة 5 الصبح، طلعنا على الأخبار، كان هذا الخبر. اي والله كان أحلى خبر. الحمد لله رب العالمين على على هالأخبار. يعني صرنا جمعة عم نسمع أخبار كتير كتير، عم ننبسط بهالأخبار. يعني بجمعة اللهم صل على النبي حرروا حلب، و... وعم نستنى يعني أنا مالي حدا بالسجن صيدنايا، بس كتير عم استنى تحريره. والحمد لله رب العالمين. يعني اليوم الساعة 3:30 الصبح حرروه. كانت فرحة ما بتنوصف، والله فرحت. يعني شفت هالمساجين شلون عم بيطلعوا، يعني بكيت من الفرحة. اي والله الحمد لله رب العالمين. هيك رجعوا على بيوتهم، على عيلتهم. اي والله الحمد لله رب العالمين. هذا والله أحلى يوم بالحياة. اي والله يا صبايا، أنا كتير كتير مبسوطة بهالخبر. إلا من كتر ما أنا مبسوطة جيت هيك أسجلكم صوت وأنزلكم فيديوهات مثل أول وأكوى إن شاء الله إذا الله راد.
أنا طولت عليكم، بس إن شاء الله هيك يعني صار عن معي ظروف يعني خلتني أطول عليكم. إن شاء الله بدي أحكي لكم هلا شوي من الظروف اللي عديت علي و... وإن شاء الله هيك كله خير. الحمد لله رب العالمين على كل حال. هاي الأيام من اليوم وراي كلها حلوة إن شاء الله بإذن الله. انتو كيفكن يا صبايا بعد هالتحرير؟ ايش عم ايش عم تسووا؟ ايمت بدها ترجعوا؟ نحن ان شاء الله هيك بس تتفهدنا بدنا نرجع على سوريا. الله هيك بهالبرد منا رجعانين على سوريا. ان شاء الله هيك بس تتفدنا بدنا نرجع ان شاء الله بإذن الله. بدنا نرجع مرفوعين الراس. اي والله سوريا حرة مستقلة. الحمد لله رب العالمين. هذا الخبر كتير كتير يعني فرح كتير السوريين. يعني كتير من السوريين عاشوا بظلم، عاشوا بقهر، أولادهم انسجنوا. الحمد لله رب العالمين. الجمعة تخرجوا كل المساجين. الحمد لله رب العالمين. اي والله فرحة ما بتنوصف والله يا صبايا. وألف ألف ألف مبروك لكل السوريين، وألف مبروك إلو سجين وطلع. الله هيك يا رب تديم هالفرحة وما تحرمنا من كل بيت هالفرحات. الله يديمن علينا. والله هالفرحات ما بتنوصف. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. هيك إن شاء الله هيك نرجع بلدنا. الحمد لله الحمد لله. والله غير شكل. والله هيك تأخرت عليكم يا صبايا. أول أول أسبوع جيت ابني أنا حممت بناتي جيت عم بمشطن، واللي عم برقدوا ورا بعضن ولادي كيونوا ما بعرف يعني. ابني طب على ابني طب على ايدي ولا في سنه فات في ايدي وما اخدت الشي بالشي. ولا تاني نهار يا صبايا ايدي ورمت وكأني إصابة جراثيم. يعني السن بقولوا كتير فيها جراثيم. اي والله فاتت بإيدي، فات سنه بإيدي يعني. انجرحت إيدي وقامت ورمت إيدي وصابت مثل بكتيريا اتجرثمت. رحت على المستوصف كتبت لي برهم دكتورة وحب لمشان الجراثيم وهيك. ايه ضليت جمعة بعدين طابت ايدي. يعني بعد جمعة جيت انزل لكم فيديو ولا عم بطلع من على الدرج ولا انكسرت ايدي التانية. ايه يعني سبحان الله والحمد لله رب العالمين. المؤمن منصاب. الحمد لله على كل حال. ايه والله يا صبايا عم بحكي لكم. ايه انكسرت ايدي جيت اجت امي سوت لي اياها ورحت يعني على المشفى صورتها. ايه الحمد لله عمه هو بكل ايدي اصبعتي بس كسرت الحمد لله. يعني ما بكل ايدي. طبيت على الدرج قالت لي امي منيح ما انقرفت رقبتك. ايه والله الحمد لله على كل حال. يعني بسيطة. ايه والله يعني صاير مو ايدي يعني اللي انكسرت، وايدي اول ايد وتاني ايد. يعني ما احسن اصور لكم فيديوهات وانزل لكم مشان هيك يعني غبت عنكم هالغيبة. الحمد لله رب العالمين. الله مشي حالي والحمد لله رب العالمين على كل حال. رجعت لكم من جديد بفيديوهات ان شاء الله حلوة تنال اعجابكم. وكل الحياة صبية بتابعني تكتب لي بالتعليقات عشان اطمن عنكم. وبتشكر كل الصبايا اللي كتبوا لي على الانستغرام طمنوا عني. بتشكر كل الصبايا اللي كتبوا لي وطمنوا عني. بتشكركم من كل قلبي على هيك يعني استفقادكم عني. ايه والله احلى صبايا والله بعدكم مثل خواتي واعز. احلى صبايا والله. يعني هالغيبة غبت عنكم يعني شهر ما قليلة. بس ان شاء الله يعني ما راح اطول عليكم اليوم ورايح. يعني بإذن الله يعني ما راح اطول عليكم. ايه والحمد لله رب العالمين على كل حال. وهون يا صبايا عندي هاي الطبخة يعني بعد ما
طبت الحمد لله رب العالمين. قمت هيك نطبخ طبخة طيبة، وهيك صورت لكم اياها. سوينا كبة بقرعة، كبة ايه بقرعة. حطينا هالمرة لحمة بعضمة، يعني عمي مشتهي عليها لحمة بعضمة. وهيك والله طبخنا، كانت الأكلة بتشهي والله يا صبايا. هذا الفيديو أنا مصورته من جمعة، بس ما عبصر لي يعني أنزله. إيه الحمد لله رب العالمين. اليوم من فرحتي قلت بدي أسجلكم هذا الصوت وأشارككم فرحتي، يعني الفرحة لكل السوريين. بس هيك حبيت أشارك معكم هاي الفرحة كمان. الحمد لله رب العالمين. هاي أحلى فرحة بتعدي علينا، بتعدي على كل السوريين. إيه والله الحمد لله رب العالمين. وهون كنا عازمين ابن حماي وبنت حماي على العشا. كان إيه، أنا بالعادة بسوي الكبة من قبل بنهار. أنا مشاركتها معكم كذا فيديو. الكبة إيه أنا بسوي من قبل بنهار، وبعبيها بأكياس وبحطها بالبراد، يعني عشان النهار بدي أسوي الطبخة ما يكون يعني ألتبك بالكبة، تكون جاهزة. إيه وهيك طبخنا القرعة من الصبح. أنا ومرت عمي، وأنا بحط للقرعة مية بندورة عصرتها، حطيتها بالبراد، يعني بتصير طعمتها أطيب للقرعة. ومثل ما شفتوا صورت لكم كتير يعني من لقطات، مشان هيك أنا نزلكم فيديو يكون حلو ويعجبكم. كتبوا لي بالتعليقات إيش عجبكم بالفيديو، وكل الصبايا تكتب لي وتطمني عنه، وهيك تكتبوا لي عن بعد التحرير شلون شعوركم. اي والله الحمد لله رب العالمين، احلى شعور هذا. اي والله. وهيك صبينا هالاكل، وكانت كله يعني طبخناه من الصبح، قلنا عشان القرع تغب حمض وملح وهيك. إيه للمسا كانت تغب. وما خلطنا اللحمة نحن بقلب المرقة، قلنا هيك بنصب قرعة، لا نحمط القرعة وبعدين نحط لحمة على الوجه. ايه والله هيك. اكتبوا لي يا صبايا بالتعليقات رأيكم على الطبخة، وإذا طيبخينه مجربينه. والله كتير كتير طيبة. وانتو كتبوا لي بالتعليقات إذا طبختوها. يعني هلا ما كتير بنطبخ هاي الأكلة، قليل. بتشبه السماقية، بس كتير كتير طيبة يعني. تبخوا جنبها برغل أو رز. نحنا حبينا نسوي كبة، قلنا الكبة أطيب عليها. اي والله أنا بصور لكم فيديو اشتهيت عليها هيك على صحن، واشتهيتكم معي بهالسفرة وبهالأكلات. وهاي السفرة هيك النهائية. والحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب، يحفظها من الزوال، وصحتين وهنا على قلبهم. وهيك كانت سفرتنا المتواضعة. وهيك والله. وكانت سهرتنا مع العيلة. وهون بعد ما تعشينا سوينا جاي وبزر، وهيك والله حطينا سفرة. وبعدها الزفر، وهيك بقولوا جاي بيغسل الزفر. ايه سوينا هيك جاي وبزرات، كمان البزر بالشتا طيب. ايه والله يا صبايا، والله اشتقت لكم كتير كتير، اشتقت لتعليقاتكم. بقى اكتبوا لي، ها كل صبية بتتابعني تحط لي لايك و... وتكتب لي تعليق حلو. خلوا هذا الفيديو يوصل يعني اقل شي حطوا لي 100 لايك، يعني مستكترينه. فخلوني هيك افرح بهالفيديو، خليه يعلى مشاهداته، يخلي لي قلبكم انا يا صبايا. والله ما بتقصروا، بس هيك يعني حبيت اذكركم. ومثل ما بتعرفوا انه يعني الفيديوهات يعني طولت لنزلت فيديو، يعني بصير القناة هبطت، يعني القناة بعللوا هذا الفيديو مشاهدات مشان تعلى في القناة يعني شوي تتحسن يعني. مثل ما بتعرفوا يعني واحد إذا قطع عن القناة بتهبط يعني. كانت متحسنة شوي، بعدين عند القطعت هبطت القناة.
يبقوا علولي هاي القناة، علولي مشاهداتها مشان تتحسن القناة. يعني كل صبية بتشاهدنا تحطلي لايك مشان تعلى القناة، يعني فضلا وليس أمرا. كل صبية بتتفرج على الفيديو تحطلي لايك، خليلي قلبكن أنا، والله يجبر بخاطركن، حقولكن كل اللي بتتمنوه. خليلي قلبكن يا صبايا، والله يخليلكن ولادكن ويحميهم وما يضركم فيهم. وش عم تطبخوا يا صبايا بهالشتوية؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تسووا؟ اكتبولي بالتعليقات ايمت ترجعوا على سوريا. هاي خليلي قلبكن أنا يا صبايا. الفيديو هذا يعني شوي طويل، لا تواخذوني، بس هيك نزلته أنا شوي طويل مشان تعلى يعني شوي تتحسن وضع القناة إن شاء الله. هيك يعني انتو يعني فضلا وليس أمرا، كل صبية تتفرج على الفيديو تحطلي لايك فضلا وليس أمرا لأشوف محبتكن. بعد ما يعني بعد ما أشوف الفيديو وأشوف اللايكات اللي حتحطولي إياهن، بشوف محبتكن. والله كلياتكم كتبتولي بالتعليقات وطمنتوا عني، الله يجبر بخاطركن يا رب. وهيك بعد ما شربنا الجاي سوينا هيك قهوة آخر الليل، كانت سهرة كتير حلوة. ايه والله يا صبايا، الله يجبر بخاطركن يا رب. وهيك لهون انتهى الفيديو يا صبايا، بتمنى ينال اعجابكم. لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو فضلا وليس امرا. وسلامات صبايا بامان الله، استنوني هيك فيديوهات جديدة ان شاء الله باذن الله ممتعة وحلوة. سلامات صبايا بامان الله.